السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي طاجين الجبن. ناجح وسهل وبأبسط المقادير. ما عليكم فقط انكم تتابعوا معايا لاخر الفيديو باش تكتشفوا معايا هذه الوصفة، لانه فيها خطوات مهمة لازم تتبعوا للاخير. اذا نبداو مع بعض في المقادير وكيفية تحضير. عندي هنايا فقط نصف صدر دجاج مرحي. هنايا عندي بصلة كبيرة، نحتاج بصلة كبيرة لأني راح نقسمها. راح ندير معكم أيضا لاصوب، فيها لاصوب تاع جلبانة أو مرق أبيض بالجلبانة. عندي هنايا زرودية. وعندي أيضا حبة تاع بطاطا باش نخثر بها المرقة. دركا راح نبدا معكم في طاجين جبن. اولا اول خطوه اني نروح نقلي السكالوب، او عفوا بولي اشي. هنايا درت القليل من الزيت في مقلاة، درت القليل من الزيت، حطيت بولي اشي تاعي، نحاول نفتحه بهذه الطريقه ونضيف التوابل. هنايا ضفت الملح، سكنجبير، فلفل اسود وتوابل الدجاج. وهنا بعد ما طاب شويه، او عفوا بعد ما قليت شويه الدجاج، نضيف له البصل، قليل من البصل حوالي نصف حبه كبيره. وهنايا كنت لحت في كاسرونه او في طنجره، لحت الجلبانه، لحت كل مع بعض، الجلبانه، البطاطا، الزروديه، ودرت التوابل نفس التوابل اللي درتهم في سكالوب. ضفت فقط هنايا راس الحانوت والقرفه. وكان عندي طرف تاع دجاج بقالي من صدر تاع سكالوب. وهنايا تخلوها تنشف من جميع السوائل. هنا سكالوب او بولي اشي تخلوه ينشف من جميع السوائل باش تنحوه. نحطوه في بول باش نضيفوا باقي المكونات. هنايا ضفت سنينة تاع ثوم او فصين تاع ثوم. وهنا عندي نصف او ملعقة كبيرة تاع جبن، ضفت لها كريمة الطبخ اللي متوفرة عندكم. وهنا عندي 2 حبات تاع بيض، والكمية تبقى على حسب أفراد العائلة. وهنا عندي الزيتون قطعته إلى دوائر، راح نضيفه للبولي آشي. وهنا لازم الطاجين أو السكالوب تاعكم أو البولي آشي يكون سائل، يعني الحشو يكون سائل. هنا جبت البلا اللي راح يدخل الفور، لازم يكون بهذا الشكل من المستحسن باش يجيكم شكل شباب. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا لازم يكون سائل بعض الشيء، يعني الا كان ما جاكمش كيماك زيدوا كريمة الطبخ. هنا راح نحضروا مع بعض صلصة الجبن اللي راح تجي كطبقة ثانية. كنت لحت ديجا، شعلت الفرن على نار متوسطة ولحت الطبقة الأولى تاع البولي. هنايا عندي حوالي 3 ملاعق من الجبن، ضفت لهم 2 حبات تاع بيض وكريمة سائلة أو كريمة الطبخ. راح نحركهم أو نخلطهم بالبراميكسور كيما راكم تشوفوا، وما نضيف لهم حتى حاجة. نحركهم أو نخلطهم فقط بالبراميكسور، ونخلي الطبقة الأولى فقط طيب شوية، يعني نص طياب، ومباه نلوح عليها الطبقة الثانية كما راكم تشوفون. كنت نحيته من الفور، ضفت عليه الطبقة الثانية وراح نرجعه للفور، والنار تكون متوسطة. فوالا هنا كان طاب معايا طاجين الجبن.
راح نحاول نحيه من المول، وهنا خليته حتى يبرد فقط شوي، ما تخلوش يبرد طول، خلوه يبرد فقط شوي باه نضيف له الجبن من فوق، جبن الشيدار او جبن مربعات كيما راكم تشوفوا تاع لي زومبرغر هكذا، باش تذوب معايا هذيك باش يذوب معايا هذا الفرماج تاع الكاري. وهنا راح نحاول نقطعهم الى قطع متساويه باش نقدمهم في طبق تقديم. قطعتهم بهذه الطريقه، والتزيين ايضا يبقى اختياري، تقدروا تخلوهم كما راهم ولا تقدروا تزينوهم من الفوق كيما دوكا تشوفوا باه زينتهم انا، وتقدروا تزينوا باي شيء عندكم ولا تخلوهم ايضا كما راهم شابين. لانه هذه الوصفه بلا ما نحكي لكم على البنه، جربوها وراح تكتشفوا البنه وحدكم. اصلا المقادير فقط وحدها توضح، الا اللي ما يشتيش الجبن. يعني بحكم اني نحب الجبن جاتني بنه واو ما شاء الله. فوالا جبت قطعه، قصيت قطع من الطماطم وقطع من الفلفل الحلو ودرتهم بهذه الطريقه وزينت به الطبق. فوالا كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم، وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها وتنجح لكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. واللي مش مشترك في القناة نتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس حتى يصله كل جديد. وما بقى لي غير نقول لكم جربوا هذه الوصفة ماكمش راح تندموا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وجديد. مع السلامة، سلام.